كده بطريقه حلوه دايما كده. اليوم مدرستنا ميت الرفع رقم 1 تحت اشراف مديرنا الفاضل الاستاذ طلعت شلبي في اسره التربيه الاجتماعيه عامله مبادره تحت عنوان حضورك تفوقك. المبادره ديت تبنتها وزاره التربيه والتعليم بمصرنا الحبيبه ومديريه طنطا بالغربيه واداره زفت. طبعا جميع التوجيهات وخصوصا توجيه التربيه الاجتماعيه قام بعمل منشورات لحضورك تفوق. طبعا في شويه اسباب او محاور لحضورك. طبعا وزير التربيه والتعليم في تقييمات لازم تحضرها واداء صف واداء منزلي والكلام ده لازم تحضر. طيب يبقى حضورك تفوق. طبعا لازم عشان تحضر وتتفوق وتكون من الجادين والمتفوقين لازم تعتبر مدرستي ايه؟ بيتي. مدرستي ايه؟ بيتي. تمام كده. دي محور حاجه. واحرص على الحضور. دي شويه محاور هامه. يبقى انت بتحرص على الحضور في مصلحتك علشان التقييمات والمواظبه والسلوك والاداء الصفي والحاجات دي. طيب. مدرستنا عملت بعض الانشطه الرياضيه والتصنيفيه والفنيه للتشجيع على الحضور. تمام، اللي هي رسم اللوحات والحاجات دي ومبادرات ثانيه. طيب. في حاجه ثانيه يا جماعه اللي هي حضور مدرستي بيتي، الحرص كل الحرص على الحضور في المدرسه يوميا وعدم الغياب. طيب. شكرا اللافتات اللي انتوا عاملينها. مدرستي ايه؟ بيتي. مدرستي بيتي. كل ما تعتبر ان المدرسه بيتك هتقدر وريني البتاع. تمام. نيجي بقى على مبادره حضورك تفوق. المبادره ديت علشان نعرف يا جماعه هي مبادره اطلقتها وزاره التربيه والتعليم عشان تتفوق في مدرستك تكون من المتفوقين. اسمها حضورك تفوقك. في شويه بنود عرفناها. احرص على حضورك، احرص على حب مدرستك، احرص على التقييمات اللي هي اسبوعيا شغاله، وغير التقييمات في اداء منزلي، في مواظبه وسلوك لازم تحضر. تمام؟ يبقى المبادره اعزائي الطلبه والطالبات خلاصتها هي مبادره حضورك سبب تفوقك، ولازم تعتبر شويه احرص على حضورك ومدرستي ايه؟ بيتي. تمام كده. نيجي بقى على نقاط مهمه في المبادره دي. في حاجه اسمها المبادره ايه؟ الحضور. طيب انت بتحضر ليه؟ في شويه بنود كده. اول حاجه درجات المواظبه والسلوك بتاخدها كامله. بتجيب بينقص درجات. يبقى انت حضورك سبب تفوقك ليه؟ علشان المواظبه والسلوك دي اهم حاجه لازم تحضر علشان تاخد درجات الخمس درجات بتوع السلوك المواظبه والسلوك. غبت المواظبه والسلوك هيبقى ايه؟ صفر. يبقى ديت هتقل في درجاتك. تاني حاجه التقييم الاسبوعي اللي احنا بنشغله بردك عليه 5 درجات. غبت هتحط غياب وتاخد صفر. يبقى انت حتى لو متفوق المدرسه التعليم في المدارس التعليم مش في المنازل. مهما كنت متفوق في بيتك وكل حاجه التعليم لازم يكون في المدارس والحضور في المدرسه. يبقى ندوتنا اسمها حضورك تفوقك، وانتوا عملتوا شويه بنود اسمها مدرستي بيتي واحرص على حضورك واثبت حضورك بالتفوق والمواظبه التاليه. يبقى كده يا جماعه خلاصه الكلام المبادره اسمها ايه؟ كله معايا. حضورك تفوقك. برافو عليك. حضورك ايه؟ تفوقك. مدرستي ايه؟ بيتي. احرص على حضورك. تمام كده. فدي شويه بنود وانتوا كويس اللي انتوا شاركتونا باللافتات. وشكرا لحضراتكم والى لقاء اخر في ندوات اخرى.